السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم بيتزا تاع الدار، طايبة في الطاجين بعجينة خفيفة وهشة وصلصة بنينة وجبن دايب يعطيها مذاق روعة. إذا حابين بيتزا ناجحة من أول مرة خليكم معايا حتى الآخر. هنا نبداو بالفرين بالصلصة عفوا. نجيبو كاسرونة ولا طاجين ولا اللي عندك، نديرو الثوم واحد 3 سنينات ولا 2 سنينات، نرابيهم ونديروهم يتقلاو غير حاجة خفيفة برك باش الثوم الزيت تدي ديك البنة تاع الثوم، متحمروهاش بزاف باش يعطيكم المرورة من بعد. نزيدو معاهم واحد المغرف ولا 2 مغارف تاع ماكلة نتاع طماطم صبرا. هنا ما نحتاجو لا طوماطيس الحبة لا والو، تجي بزاف ساهلة ومكونات كاينة في الدار، وجربوها ورايحين تشوفوا واش راني نقول. هاد الصلصة تجي خير حتى الحبة. كيما شفتوا هنا درت طوماطيس تاع قوطي، هذاك تاع العلب كونسونطري، درت واحد 2 مغارف هكا، ومع الثوم تقليتها غير شوية، راني درت الحرور والسكنجبير وفلفلة حمرا، ونديرو معاهم شوية تاع ما ونخلوها الصلصة تاعنا تهبط. هنايا نروحو للعجنة تاعنا. شنديرو؟ نوزنو واحد 500 غرام تاع فرينة، نزيدو معاها مغرف تاع ماكلة تاع خميرة الخبز، ومغرف تاع ماكلة تاع سكر، حبة بيض، ونلمو وربع كاس تاع زيت كيما شفتو تاع لاتاي، ونلمو هنايا الفرينة تاعنا بالما حتى تتلم العجنة. راح تشوفوا هاد العجينة تجي بزاف شابة، وراح ديكم حتى الفقاعات ملي تولوا تشكلوا فيها. هنايا نبقى نلم فيها حتى نشوف العجينة تاعنا تلمت، نغطيها ونخلوها تخمر. هنايا بعد ما خمرت معايا شكلتها كرات، وبديت نحل بالكرة الاولى كما راكم تشوفوا. نعاون روحي بالفرينة نحلها، ومن بعد هذوك الحواشي نبقى نجبد فيهم للطرف تاع البيتزا. دوكا حيت تشوفوا هذاك تزيين فقط باش تعطيكم تاني الشكل كيما تاع برا. نحلها مليح ونبدا نقرص فيها الجوانب كما راكم تشوفوا هنا بصباعي، يد تدخل ويد تجبد، تقرص يد تدخل ويد تقرص حتى نكملوا كاع الدائره، ومن بعد نرفدوها ونديروها طيب في طاجين ولا مقله تكون تاع تيفال اللي ما طيب مليح اللي طيب مليح تكون ثقيله، ودوك تشوفوا كيفاش تخرج. هنايا بعد ما طيبتها كما شفتوا ها هي قدامكم، شوفوا كي تنفخت، شوفوا كي طابت من تحت، راهي بزاف شبه العجنه. طيبتها غير في الطاجين. هنا اش نروحو نديرو هذيك الصلصه بعد ما طابت وعقادت. ما تنسوش ديروا لها مغرف تاع سكر خاطر نعرفوا باللي الطوماطيس كونسونطري تجي حامضه. هنايا بعد ما طابت نروحو قلت لكم نديرو لها الصلصه تاعنا مشوها كاع، شوفوا كراهي شابه. ما درتش حبه طوماطيس الحب، ما تكونش عندك ديري هذه وجربيها وردوا لي كيفاش تجيكم. هنايا نمشيها كاع على هذيك الدائره تاع البيتزا، والتزيين هنا يبقى لكم اختياري. انا درت الطون، تبغوا ديروا كفته تاع الحمراء ولا تاع الدجاج، تقلوها شويه، ديروا لها شويه ملح شويه حرور وتزينوا من الفوق البيتزا تاعكم. انا درت الطون، كان عندي الطون، ومن بعد نديروا لها فرماج رابي. دوك هنايا ما غاديش نعاود ندخلها للطاجين، راني محميه الفوق، شعلت لها غير من الفوق برك باسكو من تحت راهي طايبه العجنه تاعنا. حنا خاصنا غير يذوب هذاك الفرماج وهذوك الحواف برك يحمروا.
هنايا درت لها فرماج يكون نوعية مليحة، ما كانش معليش ما تقيديش، ديري غير اللي كان عندك. إلا كان عندك شيدار ولا موزاريلا ولا راهم أنواع تاع الفرامج، ديريهم ومشيهم قاع على مشي قاع داك الفرماج على الفوق البيتزا تاعك باش يعطيها ذوق شباب. كيما قلت لكم هنايا راح ندخلها الطيب، ودوك تشوفوا كي ندخلها ونخرجها الشكل النهائي تاعها كي غادي يجي. هنا تبغوا تزينوا تاني بالزيتون، ديروا زيتون، ديروا شتبغوا. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله عجبتكم البيتزا وطريقة وكانت خفيفة عليكم. إذا جربتوها ما تنسوش تبعتوا لي النتيجة في التعليقات، نفرح بزاف كي نشوف تطبيقاتكم. وإذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ربي يحفظكم، نشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله، في أمان الله.